العوافي عليكم يا حبايبي. انا هقول لكم مثل واقول لكم حكايته ايه. المثل بيقول ايه؟ اللي ينفعك دعوته تضرك قلبته. ايه حكاية المثل ده يا حبايبي؟ حكاية ام محمد عايزة تفرح بابنها محمد واتجوزوا معاها في قلب الشقة، ودورت له على عروسة وجابتها له ست الحسن والجمال. ومحمد بقى فرحان بيها وان العروسة حلوة قوي، وفعلا جوزته في قلب الشقة معاها. ويوم الفرح سافرت عند بنتها عشان تقعد شهر عند بنتها وتسيب لهم الشقة عشان هم عرسين. وبعد الشهر ام محمد هترجع بيتها وتقعد مع ابنها ومرات ابنها. فمرات ابنها قالت لابنها: امك ما تقعدش معايا، لو جت وخلتها تقعد معايا هسيب لك البيت وامشي. في اوضه تحت في البدرون نزل لها عفشها فيه وتقعد تحت، وانت نازل تبقى تفوت عليها وانت طالع تبقى تفوت عليها، وما تخشش الشقة. لو دخلت انا هسيب لها البيت ومش هرجع. ومحمد مش عايز يزعل مراته، نزل عفش امه في الأوضة اللي في البدرون. وجات امه عشان تطلع الشقة قال لها: لا، انا حطيت لك عفشك تحت، وانا يما في الطلعة والنازلة همر عليكي عشان يما ما تخربيش بيتي، عشان قالت لي لو امك جت ودخلت الشقة هسيب لكم الشقة وامشي. فامه كده طبطبت على كتفه وقالت له: بقى كده يا محمد دي اخرتها، اللي تنفعك دعوته تضرك قلبته. وانا نصيحة خالتي تونا لكم يا حبايبي: خلوا بالكم من امكم وابوكم وبروهم يا حبايبي. ما فيش اسرع من الايام والسنين، واللي انتوا هتعملوه هتحصدوه، وعيالكم هيعملوا نفس اللي انتوا عملتوه. مش بس مع امكم وابوكم، كل واحد فينا حد يعمل فيه معروف وجميل يشيله فوق راسه، وما يبقاش نكار الجميل ويقلب. يا حبايبي اللي ما تعص وشه النهارده تعوز قفاه بكره، وما تخلوش الناس تدعي عليكم تدعي لكم. ها يا حبايبي، وان عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.